مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها: تنسيقيات التعليم ترفض مقترحات الحكومة وتدعو إلى إضراب جديد في هذا التاريخ. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد الأخبار العاجلة. إليكم التفاصيل. تنسيقيات التعليم ترفض مقترحات الحكومة وتدعو إلى إضراب جديد في التفاصيل. أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن التصعيد من جديد للتعبير عن رفضه ما وصفه بالحلول الترقيعية التي اتخذتها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، معلنا في هذا السياق عن خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 5 و6 و7 و8 دجنبر 2023. وأوضح بيان للتنسيق وفق ما نشرته المساء أن هذا الإضراب يأتي تنديدا بما أسمته بجولات الحوار المغشوش التي تقودها الحكومة مع الشغيلة التعليمية، منددا بالحلول الترقيعية المقترحة من طرف الوزارة بشأن الدعم التربوي خلال العطلة البينية، وفسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة على الجسم التعليمي. ورفض البيان ما أطلق عليه التنسيق السرقات الموصوفة من أجور رجال ونساء التعليم، وتشبته بضرورة استرجاع كافة الأموال المنهوبة من جيوب الشغيلة التعليمية وعزمه سلك كل الطرق القانونية لذلك. لا تنسوا مشاركة رأيكم في التعليقات، وفي انتظار نشرة إخبارية أخرى. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.